السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صباح الخير وصباح يوم جديد هنقضي يومنا ان شاء الله مع بعض. وقلت ابدا لكم الفيديو كده بمنظر حلو، منظر النيل، والجو كان رائع. ف هنخرج خروجه سريعه كده مع بعض في اخر الفيديو، بس قلت احط لكم المقطع بتاع الخروجه في الاول عشان اشجعكم، قال يعني تكملوا الفيديو معايا للاخر. المهم، نبتدي اليوم كده بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو علشان يتشاف. اتسألت كده سؤال سريعا، هو انت اللي مش بتنزلي فيديوهات كتير؟ انزل لمين يا ولاد؟ محدش بيتفرج على حاجة، انا اللي بتفرج على الفيديو. المهم عادي مكملين رغم كل حاجة. صباح النعناع، قلت كده فتح البيت وادخل الشمس والشمس والشمس عشان مفيش اي هوا، الجو حر جدا. وطبعا قلت امسح البلكونه سريعا، انا منظفه البيت الفتره اللي فاتت دي، بنظف فيه عشان اخلص. وخلصت الحمد لله، يعني وانا بسجل لكم صوت على الفيديو ده انا خلصت وخلصت. بس دي كانت اخر حاجه عايزه اعملها، وهي ما كانتش حاجه ضروريه قوي. الاوضه كانت تعتبر نظيفه، بس انا زهقانه فمحتاجه اغير فيها. وزي ما قلت لكم كتير قوي قبل كده، ان مش كلنا عندنا الامكانيات او المقدره الماديه ان احنا كل ما نعوز نغير حاجه نرميها او نبيعها ونجيب جديد. فستات البيوت الشاطرات اللي زي كده لما مش بنبقى قادرين نجيب الجديد عادي جدا، المهم البيت يكون نظيف مترتب وريحته حلوه، مريح نفسيا. وتقدري بقى تشيلي السرير من الشمال تحطيه في اليمين، تشيلي الستاره من الاوضه دي تحطيها في الاوضه التانية. فاهمين قصدي؟ تغيروا مفرش، تغيروا اي حاجه يعني. مش لازم ان احنا نروح نشتري حاجات جديده. انا كل اللي عملته بما اني صيفت للاوض كلها، ان انا شلت السرير من جنب الحيطه، حطيت الكومودينو مكانه، و حطيت بتاع السجاده دي او المشايه دي في نص الاوضه كده، وخليت السرير في نص الاوضه. اكتر من كده يا ولاد ما عملتش. نيجي على العيد بقى نعمل ايه؟ نمسح الاوضه كده مسحه حلوه هنكنس بالمكنسه، وبعدين نمسح بالشرشوبه، وبعدين ممكن نغير ملايه السرير لو محتاجه تغيير، وغالبا هغيرها يعني عشان المنظر العام. بس نفرش حاجه فرايحي كده بمناسبه العيد. طبعا لسه شويه على العيد، مش عارفه بسجل لكم لسه قد ايه على العيد، ممكن مش عارفه، يلا مش مهم. المهم اللي اعرفه ان العيد هيبقى يوم الاربع، مش الاربع الجاي، الاربع اللي بعده. فالحمد لله. المهم جبت المعطر بتاعي ده، المعطر بتاع لويال، ريحته كمان حلوه جدا جدا. وقلت اعطر كل الاوضه، ودايما زي ما قلت لكم برش على المفروشات نفسها. وده شكل الاوضه بعد ما خلصت. لسه في الجزء بتاع الدولاب والجزء بتاع التسريحه، بصراحه ما عرفتش اصوره قوي عشان كان لسه مش مترتب قد كده. بس تمام، انا كده راضيه عن النتيجه. كده انا خلصت الحاجات التقيله. طب الستاير هتشيليها ولا لا؟ زي ما قلت لكم لا، انا شايلاها قريب وغسلتها وظبطتها وطبعا انا اصلا فكها وتركيبها بالنسبه لي مش سهل. فمستنيه لما يكون زوجي موجود، هو اجازته خلاص هانت يعني، عادي هينزل هيبقى موجود معايا. مش عارفه يا ولاد هيبقى موجود معايا على العيد ولا لا، بس عادي تمام يعني الحمد لله، متفكرونيش بقى. المهم نزلت السوبر ماركت النهارده. كانت طالبه معايا خروج. انا يعني مش هقول اكتئبت، لا، زهقت مليت من قعده البيت والقعده لوحدي. فقلت انا عايزه النهارده نتغدى بره. فنزلت جبت صرفت مبلغ وقدره 10 جنيه. جبت 10 جنيه ب10 جنيه كايزر، مش عارفه ايه اللي بقى كايزر بقى قد البقسماط، عمالين يرفعوه يرفعوه يرفعوه. فجبت ب10 جنيه كايزر، جبت ب15 جنيه الكوكيز دي، وجبت شاي اخضر عشان كنت محتاجه شاي اخضر. انا بحب الشاي الاخضر، بحس ان هو بيريح معدتي كده. فمش عارفه اسعار الحاجات بتاع السوبر ماركت عشان بقيت بكسل اسال يعني، لان هو كل يوم بسعر. فمش فاكره بصراحه. ما لقيتش شاي اخضر بالنعناع. انا بحب شاي اخضر ليبتون اللي بالنعناع، وبحب احمد تي. بس انا جبت ليبتون عشان ليبتون ارخص من احمد تي، وانا بدور على الحاجه الارخص. بس كده، دي كانت الحاجات اللي انا جبتها. وجبت الشوكولاتايه دي علشان ما احرمش نفسي من حاجه، لان انتوا عارفين طبعا يعني ايه الانسان لازم ما يحرمش نفسه من حاجه. فالمهم جبت الجيلي كل ده عشان زوزو. وبس كده خلصت وحطيت كل حاجه في مكانها، وقلت ادوق لكم الكوكيز علشان اشوف اذا كانت حلوه ولا لا. جبت الموكا دي والنسكافيه اللي هو العادي ده. طبعا زمان بقى كنا بنجيب بالخمسة ستة، وبنجيب بالعلبة والنص علبة وبتاع، بس خلاص راحت الأيام دي. فحلو قوي زي الفل. الكيس الصغنن ده أصلا تقريبا ب2 جنيه ونص، فيه تقريبا معلقة يعني. فهعمل بيهم ايه؟ هعمل اللي هو الايس كوفي. مش عايزة اشرب انا المشروبات دي وهي سخنة، هشربها ايس كوفي. فبس كده. ايه الفكرة اصلا؟ انه الانسان كده بصوا، الخروج دلوقتي مكلف جدا، وان احنا نخرج ناكل في مطعم الموضوع مكلف
بصورة مش طبيعية. فلو احنا عايزين نخرج نموت نعمل اي اكل في البيت، صدقوني انا عن نفسي لو شوية ترمس كده وحمص معمولين في البيت، او حتى سندوتشات، والله لو سندوتشات جبنة بطماطم وترمس شاي كده وننزل نفرش في اي حديقة عامة، انا هبقى مبسوطة. المهم حطيت كل حاجه في مكانها، وكانت حماتي جايبه لي كيس سمك المفروض كنت هعمله النهارده، بس بما اني قررت ان انا هخرج فحطيت السمك زي ما هو في الفريزر، وبدات عشان اجهز للنزهه بتاعتي. مش عايزه اقول لكم انا بجهز للنزهه دي من امتى. هعمل ايه؟ هعمل اكل في البيت، بما ان عايزين نوفر وعايزين الخروجه تكون مش مكلفه. فانا ايه، قعدت ادور كده في التلاجة وادور في الفريزر. علبه الطحينه دي عندي باين بقالها شهر تقريبا. فقلت هعمل شويه طحينه واخدهم عادي كده في العلبه. الطحينه بعملها عادي خالص. هتحطي كميه من اللي انت عايزاها. انا عملت الطحينه قبل كده في البيت، اللي هو جبت السمسم وعملته من الالف عملت الطحينه من الالف للياء في البيت، وبصراحه كان طعمها حلو جدا وموفره جدا وكل حاجه. بس بما ان الطحينه بالنسبه لي مش من الحاجات اللي بعملها كتير الفتره دي، مش فارقه بصراحه ان انا اعملها في البيت. حطيت عليها شويه ميه، وهحط عصرة ليمونة، وبحط كمان شوية من الخل صغيرين جدا، وبفضل اقلب 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 لحد ما توصل للقوام اللي انا عايزاه. بزود المية بالتدريج. هحط عليها ايه بقى؟ التوابل. بحط توم باودر، التوم الباودر بتاع دوبيلا ده جميل حلو قوي قوي قوي. انا بقالي سنتين تقريبا بعمل التوم الباودر في البيت، بس بما اني السنه دي ما خزنتش توم فما عرفتش اعمل توم باودر، لان انا بعمل التوم الباودر من عارفين القشره الرقيقه اللي بتبقى على التوم اول ما يكون لسه طالع، هي دي اللي انا بعمل منها التوم الباودر. لكن انا ما جبتش السنه دي فما عملتش. المهم عملت الطحينه وهسيبها في التلاجة. بحط عليها ملح، بحط عليها رشه صغيره من الفلفل، رشه صغيره من الكمون، وشطه عشان بحب الحاجات مشطشطه. وبعدين هسيبها في التلاجة. الطحينه لما بتساب في التلاجة بتتقل شويه، فخلوا بالكم من هذه النقطه. نخلي القوام زي ما احنا عايزين، في ناس بتحبها تقيله قوي، في ناس بتحبها خفيفه، وبس كده. بما اننا في الصيف انا واحده معظم الاكلات في الصيف بتبقى تقيله عليا، اللي هو الخضار، ان انا مثلا اسلق لحمه واعمل شوربه ولحمه ورز وخضار، اي حاجه بقى، فاصوليا او القاس، بس كل الخضار بيبقى تقيل في الصيف. الخضار اللي بصلصه بيبقى تقيل قوي. بحس ان الصيف عايز اكلات صيفيه خفيفه، عارفين؟ حتى لو هتاكلي عيش وجبنه قديمه وبطيخ انا كده راضيه وزي الفل. شويه بتنجان كده مقلي وبطاطسيتين وحته جبنه، خلصنا. فالنهارده لما فتحت الفريزر لقيت عندي كيس صغير جدا جدا من الكبده، كانت من اخر رمضان. فشوفوا بقى اللي هو ايه، انا عايزه اظبط الفريزر وارتبه قبل العيد باذن الله. فقلت اشوف الحاجات اللي فيه. فهنبتدي نجهز كده. قلت الاول اعمل لي كوبايه شاي اخضر، اللي هو الليبتون اللي من غير نعناع ده. كان نفسي اوي الاقي اللي بالنعناع، بس مش عارفه ليه دايما السوبر ماركت دلوقتي بروح الاقي الحاجات ناقصه، مش عارفه. وبقيت بخاف من حوار ان الحاجات او المنتجات تبقى ناقصه. ليه بقى؟ لاني لاحظت ان اي منتج بيبقى ناقص كده وشاحح من السوق مش موجود، بيرجع ينزل بعدها بفتره، ولكن باسعار مبالغ فيها. المهم هنعمل شاي اخضر. الشاي الاخضر بيتشرب من غير سكر، والشاي الاخضر يفضل ان انتي تشربيه مش قبل الاكل مباشره، مش بعد الاكل مباشره، او الشاي عموما يعني حاولي تبعديه بشويه عن الاكل، عشان يعني ايه، تاخدي فايده الحاجات وكده. فاكرين البراد ده كنا شاريينه مع بعض في مشتريات ايام عيد الام تقريبا، كنت جايباه ب65 جنيه، معرفش سعره كام دلوقتي. حلو جدا وبيتحط على النار. هو بورسلين بس يعني اللي هو عادي بيتحط على النار. كان في منه طواجن وطاسات وحاجات كده. لما نتغني ان شاء الله نبقى ننزل نشتري شويه حاجات مع بعض. ده شكله عشان لو حد حابب يجيبه، فحلو قوي بيتحط على النار وبيخلي طعم الشاي حلو كده. انا بقالي فتره كبيره مش بحب اعمل شاي في الكاتل، بحب اعمل شاي في البراد. عملنا كوبايه الشاي الاخضر، نبطل رغي ويلا نعمل الكبده. بصوا دي كبده بلدي كانت جايه من عند الجزار. وقت ما اشتريتها كانت اللحمه ب340. انا مش عارفه اللحمه بكام، لاني بصراحه من رمضان ما اشتريتش لحمه فمش عارفه الاسعار دلوقتي. اللحمه دي الكبده دي انا كنت جايبه نص كيلو، كان مش فاكره ب100 وكام، ب160 تقريبا، مش فاكره وقتها بصراحه. كانت بصوا ما عدتش فاكره اسعار فمش هفتي. المهم كانت الكبده معاها قطعه كده من الدهنه او الليه، او احيانا بيسموها حلويات. فقطعتها، ودي بتدي طعم رهيب رهيب. الكبده بتتقطع رفيع خالص خالص. بحط عليها التوابل، حطيت من هريسه الشطه اللي انا عاملاها، وحطيت شويه من التوم البودر وشويه توم صحيح. حطي بقى اللي انت عايزاه بقى، فلفل، كمون، الاضافه اللي انت عايزاها. انا حطيت شويه من التوابل دي، كانت جايالي
من الكويت. هي توابل مشكله كده، فيها شويه حاجات انا عارفاها وشويه حاجات مش عارفاها، يعني انا ما اعرفش ايه عين الجراده دي بصراحه. فالمهم بس طعمها حلو. عامله يعني لو مش عندك تقدري تحطي السبع بهارات او بهارات لحمه، مش عايزه تحطي حطي الاساسيات تمام. بس الاساسي التوم. بتبل الكبده بغطيها وبسيبها. طب والليمون؟ لا الليمون بحطه لما الكبده تستوي وتطلع من على النار علشان ناخد فايده الليمون، لان اي حاجه فيها فيتامين سي لما بتتحط على النار فايدتها بتروح. فانا بس غطيتها وشلتها في التلاجة على ما اجي اسوي. وكان عندي كيس الجمبري برضو كنت جايباه في مشتريات اخر رمضان، لو فاكرين كنت نزلت السوق جبت شويه حاجات، سبحان الله بقى. الحاجات لسه في حاجات بسيطه موجوده عندي، فقلت زي ما قلت لكم بنضف الفريزر. هتبل الجمبري بايه؟ هتبله بتوم باودر، مش هحط توم صحيح على الجمبري علشان ما يتحرقش مني، لان عايزه زي ما تقولوا كده اشويه سريع، يعني مش هعمل له كفر، مش هعمله بانيه. اي حاجه اسماك سواء جمبري سمك اي حاجه يبقى توم وكمون، ده الاساسي. اي اضافه تانية عايزه تضيفيها حطيها انت من عندك. طبعا دي مش شطه، دي بابريكا. ببقى حطها في التلاجة، وحطيت رشه صغيره من الكاري علشان بس تدي لون كده للجمبري، وبس كده. برضو هغطيه وهشيله في التلاجة. وطلعت الكايزر اللي انا كنت جايباه وهعمل السندوتشات، بس مش هحط عليها الصوص. يعني انا هاخد معايا اكياس صغيره كده من الكاتشب، وهاخد كمان علبه الطحينه، بس مش هحط الطحينه ولا الكاتشب على السندوتشات غير وقت الاكل. وبس كده. دي كانت الخطه بتاعتي للبيكنيك او النزهه اللي احنا هنعملها. هاخد معايا ميه، هاخد كمان كوبايتين من الكوبايات اللي هم البلاستيك دول علشان ما نشتريش اي حاجه من بره، بس طبعا اشترينا يعني. ممكن تاخدوا كل الحاجات دي من البيت وتبتدوا انتوا بقى تاخدوا معاكم، تجيبوا مثلا بره ايس كريم، تشربوا عصير، فالموضوع يبقى ايه، مش مكلف قوي. طيب هنقعد فين او هنخرج فين؟ احنا هنخرج في الحديقة بنت الشاطئ اللي في دمياط القديمة على الكورنيش. التيكت هناك ب2 جنيه، فالموضوع يعني الخروجه ما كلفتنيش حاجه. معظم الاكل هنا عامله في البيت. طبعا كنت خلصت السندوتشات وكده ولسه قبل ما انزل، فلازم هبخر واعطر الشقه كلها. خلصت الحوض وظبطت الدنيا بحيث ان انا اخرج وارجع يكون عندي الجو لطيف. آه هنا البخور اللي انا بستخدمه قرب يخلص، فعايزين ان شاء الله لما نتغني ان شاء الله بعد العيد نبقى نشتري بخور مع بعض. وبس كده قفلت الشقه ونزلنا. المنظر هناك حلو جدا. هي كانت الحديقة قبل كده كانت حديقة عامة مفتوحة من غير تذاكر ومن غير أي حاجة، بس لما حصل التجديد اللي باي ذا واي مش عاجبني أصلا، مش عاجب معظم الناس، بس طبعا المكان حلو ولطيف وكل حاجة، مشكلته بس الشمس، إنه القعدات اللي بتقعدي عليها أو اسمها ايه، الكراسي اللي هي الخشب اللي بتقعدي عليها دي، المفروض المكان مفتوح وفيه شمس يكون فوقها البتاعة اللي بتضلل عليها دي، أنا مش عارفة اسمها ايه. بس تمام، طبعا المكان جميل ولطيف. لو عايزين تروحوا من بعد الساعة 7 مثلا يكون الشمس ابتدت تروح، لان هي اوحش حاجة الشمس. فبس كده وقفنا قعدنا نتفرج على النيل، كان شكله مبهج، كان في مراكب بتعدي احيانا والاطفال بتلعب، وفي اماكن للعب لو انت عندك اطفال بقى وعايزة مراجيح وزحاليق وحاجات من دي. وبس كده. وده كان اليوم بتاعي، قلت افرجكم شوية على منظر النيل. وفي طبعا بس مش في المنطقة دي، في معديه كده بتعدي، اللي هو انت مش عارفه بتدفعي كام بصراحه، بس مبلغ بسيط يعني. مش عارفه بس حاجه بسيطه، وتعديكي من الشط ده للشط ده، من الناحيه دي للناحيه دي. فالخروجات الحلوه كده اللي هي مش لازم تكون مكلفه اوفر. انا ممكن نوعيه الاكل اللي عملتها مكلفه شويه، بس كان عندي اصلا، يعني انا مش هشتري مخصوص عشان اعمل، لو مش عندي كنت عملت اي سندوتشات، لو حتى جبنه او بطاطس وشاي وخلاص، وكانت هتبقى خروجه لطيفه جدا. اتمنى انكم تكونوا اتبسطتوا معايا، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واستنوني قريب في فيديو جديد. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.